بالله راح أجربها معاكم. بالنسبة للكرات أنا حشيتها دجاج. شوفوا بنات، هذا مو صوص كريمة. راح أحط لكم الطريقة. شوفوا كيف تمغط. ليش؟ لأنها فيها كمية موزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حارة جدا لذيذة، واللي بياكلها ويشوف كأن فيها كريمة. لكن صراحة أنا الكريمة دائما أحس أنها يعني كمية دهون مو طبيعية، مع أني أنا اللي مسوية ممكن إن شاء الله أخف دهون. بسم الله. لذيذة مرة وحلوة، أكل باردة وكذلك حارة، لكن صراحة أنا أفضل أكلها حارة عشان أحس. أوريكم هنا يا بنات، أنا توني مطلعتها من الفرن. شفتوا هذا الصوص شلون سايل؟ لكن إذا بردت راح يجمد، يعني شيء يعني ما راح يكون كذا سايل، وإذا قطعناها راح تكون قطعة واحدة. يمي. مع إنه نلاحظ إنها هنا متماسكة يا بنات. شوفوا كيف متماسكة، يعني مع إني توني مطلعتها من الفرن إلا متماسكة. بس أنا اللي حبيت أوريكم كيف ما شاء الله كمية الموزاريلا كيف تمغط، رهيبة. جربوها وادعوا لي. هنا يا بنات بعد ما سويت اللي هو الكرات، حطيت عليهم صوص البشاميل، وراح أحط طبقة راهية من الموزاريلا.